ازيكم عاملين ايه؟ لو عندك بقع غامقة او اثار من حبوب في وشك، او لو عندك غمقان في الاندر ارم او منطقة البikini، وجربتي كذا وصفة وكذا كريم وبرضه مفيش نتيجة عجباكي، وعايزة كريم يبقى آمن لمنطقة البikini، يبقى ممكن تلاقي الحل مع كريم ECM ديبي وايت ادفانس. ده لانه آمن جدا في الاستخدام لمنطقة البikini والاندر ارم، وكمان آمن للحوامل. ده لأنه مزيج من مواد فعالة وآمنة للتفتيح، وكمان في مادة الجليسرين اللي بتساعد على الترطيب وبتمنع إنه يحصل أي التهاب، وده هيخليكي تشوفي نتيجة بعد 15 يوم بس من الاستخدام. وده لأنه بيشتغل على جميع مراحل تصنيع مادة الميلانين، ودي المادة المسؤولة عن اللون الغامق للبقع. الكريم ده بيمنع تكوين المادة دي في الخلايا، فميطلعش أي بقع جديدة. وبالنسبة للبقع القديمة الموجودة، فهو بيعمل على إزالتها من طبقات الجلد، وفي نفس الوقت بيحفز على تكسير أي كمية باقية من المادة دي بين خلايا البشرة. وطريقة استخدام الكريم هي إنك بتحطي طبقة خفيفة على البقعة بس، مش على المنطقة كلها، مرتين في اليوم. ولازم تستخدمي معاه سان سكرين مناسب لبشرتك لو هتحطيه على وشك. حجمه 40 ملي وسعره 399 جنيه. وفي الفيديوهات الجاية هكلمك عن روتين التفتيح الكامل للبشرة والجسم من شركة ECM. فلو عجبك الفيديو واستفدتي منه اعملي لايك، لأن ده بيساعد إن الفيديو ينتشر ويوصل لغيرك وهم كمان يستفادوا.